في شغلك حاسس دايما بالإحباط والتعب النفسي؟ حاسس إن الشغل بقى عبء عليك؟ دايما متوتر وقلقان وتعبان بسبب الشغل حتى وانت في البيت؟ نفسك تاخد فترة راحة وتبعد عن الشغل شوية علشان تفصل لكن مش عارف؟ حاسس إن حبك للشغل مبقاش زي الأول؟ حاسس إن انت دلوقتي مش قادر تتحمل ضغط العمل ولا قادر تبدع فيه زي ما كنت في الأول؟ لو كل الأحاسيس دي عندك يبقى انت لازم تسمع الفيديو ده. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في قناة هيوكا. معكم باسم، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، حاجة ناس كتير بتعاني منها من غير ما تاخد بالها، وهي متلازمة الاحتراق الوظيفي. بس قبل ما نبدأ، لايكك الجميل، شير الفيديو لأصحابك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ. وأول حاجة لازم نفهمها هي معنى متلازمة الاحتراق الوظيفي. بالنسبة لمفهوم كلمة متلازمة، احنا قبل كده اتكلمنا عنه في فيديو متلازمة الرجل اللطيف، فهتلاقي اللينك في صندوق الوصف، تقدر ترجع له علشان تعرف تفاصيل أكتر. أما بالنسبة لمعنى الاحتراق الوظيفي فهو ببساطة الشعور بالإرهاق والتعب النفسي اللي بيخليك تحس إنك مش قادر تكمل في شغلك مهما حاولت. وده مش مجرد تعب عادي، لا، ده شعور مستمر بالإحباط، فقدان الحماس، مفيش رغبة إن أنت حتى تروح الشغل أصلا. والموضوع ده بقى منتشر جدا اليومين دول بسبب الضغط اللي الناس بتتعرض له. فخلينا نشوف مع بعض ازاي نعرف ان عندنا متلازمة الاحتراق الوظيفي وازاي كمان نتعامل معاها. اول حاجة لازم نعرفها هي اعراض الاحتراق الوظيفي. لو بدأت تحس بالحاجات اللي هنتكلم عنها دلوقتي يبقى لازم تاخد بالك وتعرف ان انت في خطر. اول عرض من اعراض الاحتراق الوظيفي هو الارهاق الجسدي والنفسي المستمر. حتى لو نمت كتير، حتى لو روحت بيتك وارتحت شوية، بتحس برضو انك لسه تعبان ومش قادر تقوم من السرير، مش قادر تروح الشغل. تاني حاجة فقدان الشغف بالشغل. الحاجة اللي كنت بتحب تعملها بقت مملة ومتعبة بالنسبة لك. تالت حاجة ضعف التركيز والإنتاجية. مخك مش قادر يشتغل زي الأول، بتنسى حاجات، بتحس انك انت مش بتنتج في شغلك زي زمان. رابع حاجة إحساسك بالإحباط أو فقدان الأمل. بتحس انك مش شايف أي فايدة من اللي انت بتعمله حتى لو كنت بتنجح فيه. خامس حاجة هي مشاكل في النوم والقلق المستمر. ممكن تلاقي نفسك مش عارف تنام كويس، أو حتى طول الوقت بتكون قلقان متوتر، بتفكر في الشغل دايما. لو لقيت عندك عرض أو أكتر من دول فغالبا أنت داخل في مرحلة الاحتراق الوظيفي، وده معناه أن أنت لازم تاخد بالك، تحدد موقفك كويس قبل ما الأمور تسوء. طيب إيه أسباب اللي بتخلينا ندخل في متلازمة الاحتراق الوظيفي؟ الأسباب عموما كتير، أولها وأهمها ضغط الشغل المستمر. لو طول الوقت عندك مهام كتيرة ومفيش وقت ترتاح فيه، طبيعي جدا إن أنت تحس بالإرهاق. تاني حاجة عدم وجود تقدير أو تحفيز. لو بتتعب في الشغل ومحدش مقدر مجهودك هتحس بالإحباط بعد فترة. تالت حاجة عدم التوازن بين الشغل والحياة الشخصية، ودي مهمة جدا ومشكلة كبيرة. لو الشغل واخد كل وقتك أكيد هتحس إن أنت مش عايش حياتك، وهتحس إن الشغل أخدك من نفسك، أخدك من أسرتك، وإنك اتظلمت أوي. رابع حاجة بيئة العمل السامة. لو مديرك دايما بيضغط عليك أو زملائك بيخلقوا جو سلبي هتحس إن أنت مخنوق. كمان لو كان مديرك شخصية نرجسية أو شخصية سامة، حرفيا أنت هتكره الشغل. خامس حاجة هي الشعور بعدم السيطرة على المهام. لما تحس إنك مهما اشتغلت مش هتلحق تخلص اللي وراك، وده بيزود الإحساس بالعجز، بالتعب النفسي والتوتر، وإن الشغل عبء عليك. طيب إيه تأثير متلازمة الاحتراق الوظيفي على حياتنا؟ الموضوع مش بس بيأثر على شغلك، ده بيمتد لكل حاجة حواليك. زي مثلا صحتك النفسية والجسدية بتتأثر، وده ممكن يسبب لك أمراض زي الضغط، السكر، القولون العصبي. كمان علاقاتك الاجتماعية بتتضرر، لأنك دايما متوتر أو ما عندكش طاقة تتكلم مع حد. كمان نسبة الأخطاء في الشغل بتزيد، وده ممكن يعرضك لمشاكل مع مديرك أو حتى يخليك تخسر شغلك أصلا. طيب إزاي تتعامل مع الاحتراق الوظيفي ده؟ لو حاسس إنك داخل على مرحلة احتراق وظيفي، متوقفش تتفرج على نفسك، اتحرك وجرب الحلول اللي هنقولها دي. أول حاجة رتب أولوياتك. مش لازم تعمل كل حاجة في وقت واحد، خليك واقعي، حدد أهم المهام الأول وبعد كده انجز الباقي. تاني حاجة افصل بين الشغل وحياتك الشخصية. بعد الشغل ما تفكرش فيه، خد وقتك لنفسك لأسرتك، افصل، انشغل بحياتك. تالت حاجة مارس أنشطة تساعدك على الاسترخاء زي الرياضة أو المشي، أو حتى تقعد قاعدة هادية مع نفسك.
رابع حاجة، اتكلم مع مديرك لو عندك ضغط مش طبيعي في الشغل، ساعات ممكن يكون في حلول لو فتحت الموضوع معاه. خامس حاجة، ما تنساش تاخد فترات راحة حتى لو دقيقة كل ساعة، ده بيساعدك تجدد طاقتك وتكمل شغلك لآخر اليوم. كمان في شوية نصايح وقائية علشان ما توصلش للاحتراق الوظيفي من البداية. أول نصيحة، لازم تنظم وقتك، حاول توزع مهامك بشكل مريح. تاني حاجة، خد فترات راحة دورية حتى ولو بسيطة، ما تفضلش شغال بدون فواصل. تالت حاجة، اشتغل في بيئة إيجابية، لو بيئة العمل سامة فكر في حلول للخروج منها. رابع حاجة ودي مهمة جدا، طور نفسك بحيث يبقى عندك فرصة لاختيارات تانية في المستقبل لو احتجت تغير شغلك. لو حاسس ان المكان اللي انت فيه متعب جدا، حاول تتنقل منه. لو مش عارف تتنقل من نفس الوظيفة، اتنقل حتى من نفس القسم اللي انت شغال فيه لقسم اهدى شوية. في النهاية لازم تفهم ان شغلك مهم، لكن صحتك النفسية اهم. ولو وصلت لمرحلة الاحتراق الوظيفي، ما تتجاهلش الاشارات اللي جسمك وعقلك بيبعتوها لك. خليك واعي وابدأ تاخد خطوات لحماية نفسك، لان الشغل ممكن يتغير او حتى يتعوض، لكن صحتك النفسية لو تأثرت مش هتعرف تعوضها بسهولة. لو تعرف حد من صحابك عنده نفس الأعراض دي، شير له الفيديو علشان يستفيد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وما تنساش تعمل لايك وشير. ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وكل اللي وصل لهنا أحب أقولك أنت صديق القناة، اثبت وجودك بتعليق. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.